هنبدأ بأول سؤال من أم ولد عنده 14 سنة. إزاي أخلي ابني يسيب الموبايل شوية؟ طبعا الموبايل إيه أكتر حاجة الأمهات بتشتكي منها. عايزة تعرفي من الآخر إزاي تقللي الوقت اللي ابن حضرتك بيقعد فيه على الموبايل. لازم تملي وقته بحاجات ممتعة وجذابة، وساعتها بس وقت الموبايل هيقل لوحده. يعني اعمل ايه؟ احنا دلوقتي في الصيف اهو، مفيش بقى الضغطة والشدة بتاعت الدراسة. لو سمحتي يروح يحفظ قرآن، لازم يلعب رياضة او يروح الجيم، تدوري وتساعديه انه يمارس اي هواية بيحبها، موسيقى بقى، رسم، تصميم ازياء، طبخ، اي حاجة. لازم يكون في وقت من يومه بيقضيه في حاجات ممتعة وجذابة. طيب هتيجي هنا تسأليني، لما يعمل الحاجات دي هل هيسيب الموبايل خالص؟ لا. وخلينا نبقى متفقين اننا مش هدفنا انهم يسيبوا الموبايل خالص، لانه بصراحة تعالي نتكلم بواقعية. الموبايل دلوقتي هو اهم وسيلة تسلية للولاد ولينا احنا كمان. ومش بس كده، دي الطريقة اللي بتخليه يتواصل مع اصحابه ويشوف العالم الخارجي من خلال السوشيال ميديا، وبيتسلى بلعب الجيمز ومشاهدة الفيديوهات والحاجات دي. فاحنا مش هدفنا انه يسيب الموبايل خالص، احنا هدفنا تقنين الوقت اللي بيقعدوا على الموبايل. طيب اعمل ايه تاني؟ لازم تبقي متفقة معاه على وقت محدد في اليوم بيقعد فيه على الموبايل، وليكن في الصيف مثلا 3 ساعات. بس خلي بالك ما يبقوش 3 ساعات بلوك واحد كده، من مثلا من 3 ل6، لا، يكونوا 3 ساعات متفرقين على مدار اليوم. وليكن ساعة بعد ما يصحى بشوية، وساعة في نص اليوم، وساعة قبل ما ينام، بس بعديه 2 3 عن ميعاد النوم، علشان الموبايل ما يأثرش على نومه. لأن حضرتك لو عملتي وقت الموبايل بلوك كده على بعضه 3 ساعات في اليوم، هيبقى بيفرج بقية اليوم عايز يعرف ايه اللي حصل وعايز يكلم اصحابه وكده. فخلي الأوقات متفرقة على مدار اليوم. وفي هنا ملحوظة مهمة كمان، بالذات مع السن الصغير اللي في نهاية مرحلة الطفولة أو في بداية مرحلة المراهقة، 9 و10 و11 سنة. ممنوع منعا باتا يبقى ماسك الموبايل وقاعد في اوضته او قاعد في مكان مقفول عليه. لازم انا كأمه يبقى عندي الصلاحية اني في اي وقت اعدي ابقى شايفة هو بيتفرج على ايه، ابقى سامعة الفيديوهات اللي هو بيتفرج عليها. ومش من باب بقى ان انا المفتش اللي مستنياه يغلط عشان اروح اجيبه من قفاه، لا، من باب انه لو سمعت حاجة كوميدية نضحك عليها مع بعض ويبقى دي حاجة مشتركة ما بيننا. لو عرفت ان هو مهتم بموضوع معين، افتح الموضوع ده معاه، فيبقى فيه لغة وحوار مشترك ما بيننا، من باب ان انا اطمن عليه انه مش بيعمل حاجة غلط قدر المستطاع. وفي حاجة مهمة كمان، طالما اتفقتوا على مواعيد الموبايل، ما تقعديش بقى في المواعيد دي تبصي له كده وانه كأنه يعني انتصر عليكي ان هو ماسك الموبايل. لا، لازم يكون فيه بموافقتي وبرضايا وقت قاعد بيستمتع فيه بالموبايل.